واحدة بتحكي بتقول انا جوزي بيعرف واحدة وبيكلمها في التليفون وبيتقابلوا، والكلام بياخد مجرى يعني زيادة شوية. ولما واجهته بيقولي دي واحدة كنت اعرفها من زمان ومفيش بينا حاجة، مع ان هي دخلت شافت الشات والكلام اللي ما بينهم ولقيته لا يعني في كلام خارج كتير، يعني كلام حب وكلام بيزيد عن حده. فكل ما تقوله يقول لها لا ده مفيش بينا حاجة، ده كلام عادي والكلام من ده. المصيبة ان الست دي متجوزة، الست دي متجوزة وهو الراجل ده متجوز ومعاه اولاد وبيكلموا بعض. ويعني الزوجة دي بتسأل بتقول يعني انا بدعي عليها في كل صلاة. بتقول يعني انا كنت ساعات جوزي يجي من بره الاقيه مقلوب عليا ويقعد يمد ايده عليا من غير لا سبب ولا اي حاجة، فاكيد كانت هي اللي بتقومه عليا. انا كنت بقعد استغرب واقول ليه بيعمل كده، يعني انا ما غلطتش فيه ليه بيعمل كده وبيمد ايده عليا. فلما عرفت وشفت اللي ما بينهم عرفت ان هي اللي كانت بتقومه عليا. وبتقول انا معايا كل الشات اللي ما بينهم وانا ممكن بسهولة جدا اوريها لجوزها واخرب بيتهم، بس هي مش عايزة تعمل كده، يعني مش عايزة تخرب البيت. يعني شوف الست دي عملت فيها ايه، بس هي مش عايزة تخرب بيتها. بتقول كمان هل ان انا الدعاء اللي بدع عليها ده هل ده كده يعني في الايام المباركة دي ربنا يكتبنا من المشاحمين؟ يعني ربنا مش هيغفر لي علشان انا شايلة غل في قلب الحد والحد ده اذاني واذاني بشدة. فهي مش عارفة تعمل ايه، ودايما بتدعي وبتقول يا رب هديني، يا رب مش عايزة اخرب بيتي، وخصوصا ان انا معايا 3 اولاد ويعني هروح بيهم فين، مش عايزة اخرب بيتي. يعني الست بتدعي ان هي تهدى من جواها ان ربنا يهديها ومش عايزة تخرب بيتها. يعني يا راجل بقى انت معاك واحدة بالعقل ده وبالهدوء ده، يعني شوف واحدة اذتها ويعني عملت مشاكل كتير ما بينها وبين جوزها وهي مش عايزة تأذيها. يعني هي بسهولة جدا توري الكلام اللي ما بينكوا ده لجوزها وتخرب البيت، بس هي مش عايزة وبتدعي ربنا يهديها وبتحافظ على بيتها بكل شكل من الأشكال. يعني انت معاك واحدة ربنا يكملها بعقلها وبالعقل ده كله، وراح برضو تبص لواحدة. الرسول عليه الصلاة والسلام في رحلة الإسراء والمعراج كان شاف واحد بياكل لحم، يعني كان قدامه الراجل ده كان قدامه لحم طيب جدا، لحم يعني جميل، سابه وبياكل لحم ريحته وحشة ولحم بايظ. فبيسأل سيدنا جبريل بيقوله ما هذا، فبيقوله هذا حال الرجل الذي ترك زوجته الحلال وذهب لأخرى، يسيب زوجته الحلال ويروح لواحدة تانية والعياذ بالله. صحيح البني آدم ما يملاش عينه غير التراب. فالست دي بتقول انا اقدر بسهولة ان انا اخرب بيتها واوري لجوزها الصور اللي معايا، بس انا مش عايزة اعمل كده. وده صح، يعني هي لما تروح تكلم واحدة زي كده لا هي ما تستاهلش ان انت تكلميها، ما تقلليش من نفسك وتكلميها. فاوعي ابدا تختلطي بيها، انت عندك زوجك عاتبيه، وانت برضو يا بنتي معلش اقعدي معاه اتكلمي معاه قولي له طيب ايه اللي ناقصك فيا، ايه اللي انا التأثير اللي انا مقصرة معاك، انا غلطت في ايه، مقصرة معاك في ايه عشان تبصي بره. واتكلمي معاه بهدوء خالص لعل الله يهديه، يمكن يعني ربنا يبصر عينيه كده عن يعني ويشوفك كويس ويشيل الغيمة اللي على عينيه دي. شوفي كده ايه ايه مشكلته، ايه اللي خلاه يبص بره. يمكن انتي مثلا انشغلتي شوية مع الولاد وسبتيه. كل راجل برضه بيبقى له احتياج، فغصب عننا في حياتنا دي ممكن الواحدة تنشغل بالبيت، تنشغل بالأولاد غصب عننا. والراجل طبعا ما عندهوش حق خالص ان هو يبص بره ولا يكلم واحدة تانية، بس يعني الواحد برضه بيتعلم ويشوف يمكن هو مقصر في حاجة تانية،
في حاجة مش واخدة بالك منها، فاقعدي كلمي معاه كده وشوفي هو رد فعله ايه. والست التانية دي هدديها، قوليلها لو ما بعدتيش عن جوزي انا هبعت الصور اللي معايا والحاجات اللي معايا دي لجوزك. بس هدديها، بس ما تفعليش كده، ما تعمليش الكلام ده، بس هدديها وشوفي يمكن تتعظ وتبعد عن جوزك. ربنا يهدي. قولوا له يا جماعة تعمل ايه، كل واحد يقول رأيه. ما تنسوش تشتركوا في القناة.